هل انتهيت من التقصير؟ الحمد لله. أبا علي، تعال تعال لحظة من فضلك. يبدو عليك القلق. خيرا إن شاء الله. في الحقيقة لا أعلم أن عمرتي صحيحة أم لا. ولماذا؟ لا أدري، فأنا أشك في صحة بعض الأعمال التي أديتها. هل كنت تشك أثناء العمل أو بعده؟ بعد الانتهاء. احفظ هذه القاعدة المهمة: إذا كان الشك بعد الانتهاء من العمل، أي عمل كالطواف والسعي والصلاة، فلا تعتني بذلك الشك، بل اعتبر عملك صحيحا. أما إذا شككت أثناء الطواف أو السعي وبقي شكك قبل أن تنتهي منهما، فعملك باطل ويجب إعادته. الحمد لله، إن شكي كان بعد انتهائي من العمل. الحمد لله. تذكر أن الشك من الشيطان. والآن وقد انتهيت من أعمال عمرة التمتع، فهل تعرف ماذا يحل لك بعد التقصير؟ بالتأكيد، فقد حلت لي جميع المحظورات التي حرمت علي بسبب الإحرام. أحسنت. ويبقى الصيد وقلع الشجر، فهما محرمان لذاتهما ما دمت في الحرم، وسواء كنت محرما أم لا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأخيرا جاء اليوم الموعود. اليوم سأحرم للحج الأكبر. نعم يا أم علي، ففي اليوم 8 من ذي الحجة يستحب فيه عقد نية الإحرام للحج، ويسمى هذا اليوم بيوم التروية. فقد جاء في الحديث أنه سئل الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن سبب تسمية اليوم 8 بيوم التروية، فقال: لأنه لم يكن بعرفات ماء، وكانوا يستقون من مكة من الماء لريهم، وكان يقول بعضهم لبعض: ترويتم ترويتم، فسمي يوم التروية لذلك. الله، ما أجمل هذا البرنامج، سيكون لي نعم الدليل. شكرا يا أبا علي على هديتك الثمينة. حج التمتع وأعماله 16 واجبا، والواجب الأول هو الإحرام من مكة المكرمة، وأفضل الأماكن المسجد الحرام. وإحرام الحج كإحرام عمرة التمتع، والاختلاف في النية فقط، فيجب لبس ثوبي الإحرام للرجال، والنية والتلبية. أحرم لحج التمتع، لحج الإسلام قربة إلى الله تعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بعد الإحرام تحرم على الحاج محرمات الإحرام كما في عمرة التمتع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أخيرا سأرى عرفة بأم عيني. المهم أن تراها بقلبك، فغدا يوم عرفة، وهو الحج الأكبر، والشقي من لم يغفر له في يوم عرفة. وأنت في لباس الإحرام تغادر مكة وتبدأ رحلتك نحو الشرق، عرفة، حيث تبقى فوقها. لا تمضي الهوينة في سيرك إلى عرفات، بل عليك أن تحث الخطى أشعث أغبر دون التفات إلى شيء،
كالعاشق الولهان لا يشغله عن معشوقه شيء. ترى إلى أين أنت ذاهب أيها المنتخب من قبل الله؟ ففي ليلة القدر تخبت وثلة من المؤمنين من بين ملايين الداعين لتذهب إلى هناك، لتذهب إلى الخلود تلقاء الله. الواجب الثاني من واجبات الحج الوقوف في عرفة، وزمانه من ظهر يوم 9 من ذي الحجة حتى الغروب الشرعي. وليس المقصود بالوقوف أن تبقى واقفا، بل هو المكث والتواجد في عرفة، كما لا يشترط فيه الطهارة من الحدث أو الخبث. الله أكبر الله أكبر الله أقف بعرفة لحج التمتع لحج الإسلام قربة إلى الله تعالى. في الحج تبدأ الخطوة الأولى من عرفات، الوقوف بعرفة، أرض المعرفة والاعتراف والإقرار بالذنوب. إنك ذاهب إلى عرفة لا لتقيم، ولكن لتقف وقفة قصيرة، فلن تكون عرفة أكثر من مجرد البقاء نهار اليوم 9 ثم تسير. فزمن عرفة يبدأ مع ظهر اليوم 9 وقت الزوال، حيث الشمس أسطع ما تكون. إن عرفات لمدينة عجيبة حقا، تزورها لمدة يوم واحد، ثم تذهب المدينة مع الريح بعد الغروب. هنا تزول الفواصل والحدود لتتحد الأمة، وينخفض التمايز إلى الحد الأدنى وسط مجموعات تمثل العالم كله في هذا السهل تحت الخيام البيضاء الممتدة من الأفق إلى الأفق. في عرفات دع فطرتك وطبيعتك تشرق تحت الشمس الساطعة، اترك الأنا تحترق تحت شمس عرفات المتوهجة ليوم واحد فقط. يا مولاي أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي مننت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصيت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي يقلت، أنت الذي مكنت،
أنت الذي أعززت، أنت الذي أعانت، أنت الذي عضدت، أنت الذي أينت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت. تباركت ربي وتعاليت، فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا. ثم أنا المعترف بذنوبي فاغفرها لي. أنا الذي أخطأت، أنا الذي أغفلت، أنا الذي جهلت، أنا الذي هممت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخلفت، أنا الذي نكثت، أنا الذي أقررت، أنا الذي أقررت. الله أكبر الله أكبر. ها قد انتهى يوم عرفة، اليوم الذي ينتظره الأولياء بكل شوق. بعد قليل سنصل بمشيئة الله إلى مزدلفة. الحمد لله الذي وفقني لشهود هذا اليوم العظيم، يوم عرفة. أشعر بأني ولدت من جديد. الحمد لله على توفيقه، والسعيد السعيد من نظر إليه صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه بعين العطف واللطف، فهو أمير الحج وهو متواجد بيننا حتى ولو لم تره أعيننا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد عرفة تسير أفواج الحجاج إلى مزدلفة للوقوف فيها،
وتسمى كذلك المشعر الحرام، وهو الواجب الثالث من واجبات الحج. والوقوف هنا أيضا بمعنى التواجد، لا بمعنى أن يكون واقفا على رجليه، ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العاشر، وهو يوم العيد، ويسمى بيوم النحر. الحمد لله، فقد وصلت النساء إلى منى ليرمين الجمرة الكبرى. ولكن وقت الوقوف بمزدلفة لم يأت بعد. صحيح، ولكن يستثنى في زمان الوقوف النساء والصبيان والضعفاء كالشيوخ والمرضى، فإنهم يجوز لهم مسمى الوقوف بمزدلفة، فيقفون لمدة يسيرة ثم يخرجون إلى منى قبل الفجر. هيا يا أبا علي لنبدأ في جمع الجمار. لقد سبقتك في جمع الجمار. وكيف جمعتها وأنا لم أفارقك في مزدلفة؟ فهل هناك جمع جمار اضطراري فاضطررت أن تجمعها في غير مزدلفة؟ لا، فالموضوع لا يتعلق بالاضطراري، إذ لا يقتصر جمع الجمار من مزدلفة فقط، بل الواجب جمعها من المشعر الحرام بصورة عامة بما فيها مزدلفة، وقد جمعتها من عدة أيام. وهل هناك شروط وصفات للجمار؟ نعم، والأهم أن يقول العرف إنها حصى. سأجمعها وأعطيك إياها لتفحصها. بكل سرور، ولكن ابتعد عن الهوس الزائد. في المشعر ليس بإمكانك الراحة، مجرد وقفة قصيرة وذهاب سريع. وقفة، لا سكن، لا استقرار، نعم، لا مكان. وقفة قصيرة لنصف يوم، هذا كل ما هنالك. لقد وصلت إليك الرسالة أيها الإنسان، إنك ستعيش على هذه الأرض فترة قصيرة، أنت مجرد لحظة في عمر الحركة الأبدية. الليلة ستدخل في حديث ومناجاة مع الله تعالى. أسفر عن نفسك، اعترف بذنوبك، وأفصح بوضوح عما تريد، فقد حانت اللحظة التي ستطلق فيها ما احتبسته في جوفك كل هذه السنين، وتكسر كل الحواجز، وتتجاهل كل الحدود. لا تضيع وقتك في البحث عن الأصدقاء، فهنا كلكم لوحده. هنا يبقى اثنان منكم معا، أنت والليل. فاستعد ليوم غد، جهز أسلحتك لتخوض المعركة في منى مع الجيش الإبراهيمي. أسلحتك يجب أن تعدها وتستجمعها في ظلمة الليل، إلا أن القتال يدور في رابعة النهار وفي ظلمة المشعر الحرام. كل واحد يعمل في جد واجتهاد، منحنيا على الأرض الصخرية، يبحث عن الجمرات التي ترمى في ميدان المعركة. سترى أن الصمت مطبق، فهؤلاء الجنود يبدون وكأن على رؤوسهم الطير. إن الإنسان ليسمع صوت الدم وهو يتقطر على الأرض من أعين هؤلاء الباكين الأطهار، فلا صوت يجرؤ على كسر الصمت في ليل المشعر إلا صوت خفقان القلوب النابضة بالحب. الله أكبر، الله أكبر. أقف بمزدلفة لحج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. أعمال يوم العاشر في منى 3 أعمال، وهي رمي الجمرة الكبرى ب7 حصيات، ذبح الهدي، الحلق أو التقصير.
لقد حانت ساعة الجمع العظمى في اليوم العاشر. لقد انتظم الآن الجيش القوي وتهيأ لمغادرة المشعر الحرام إلى الوقوف التالي بمنى. لقد استنفذ جيش التوحيد وقتا طويلا في جمع أسلحته، وهو يناجي الله وينتظر شروق الشمس بفارغ الصبر. مشرق أي شمس، شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، شمس العيد. مهما يكن من أمر فإن الاحتفال بالعيد يأتي بعد أن تهزم الأشرار وترمي عليهم الجمرات وتنال النصر. لكن انظر إلى أمة التوحيد وتقاليدها، إنها تحتفل بالعيد قبل أن تبدأ المعركة. هذا يعني أنك منتصر بمجرد أن تتخذ قرارك. الله أكبر، يا لها من عبارة فياضة بالمعاني. لقد وصل الجيش، الكل مزود بالسلاح ومستعد لإطلاق النار. اليوم ستهاجم مرة واحدة وسترمي 7 حصيات. أوصيك يا صاحبي بالسكينة قدر الإمكان عند دخولك لرمي الجمار، واحذر من إيذاء الآخرين. بمشيئة الله. أرجو تذكيري بأهم أحكام الرمي. ابدأ بالنية، ولا يجب التلفظ بها بل يستحب. والنية هي أرمي الجمرة الكبرى لحج التمتع قربة إلى الله تعالى. وينبغي رمي الجمرات في وسطها إلا في الزحام والحرج على الحاج، فيجوز ضربها في أي مكان يشاء على رأي بعض الفقهاء، كما أن بعض الفقهاء يحتاط بعدم ضرب الجهة اليسرى من الجمرة الكبرى لأنها خارج حدود من الأصلية. أما شروط الرمي فهي الرمي ب7 حصيات، التتابع أي رمي واحدة بعد واحدة، لا أن يرميها دفعة واحدة. الرمي لا بد أن يكون بيده. وصول الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي، وعند الشك في وصولها للجمرة يبني على العدم. بسم الله والله أكبر، 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 بسم الله والله أكبر. لا أدري هل أصبت العقبة ب7 جمرات أو 6. إنني أشك في ذلك. لقد أخبرني أبو علي بوجوب الاطمئنان من وصول ال7 الحصيات إلى الجمرة، إذن سأرمي جمرة لأطمئن من ذلك. تقبل الله يا أبا حسن. منا ومنكم. الآن سننتقل إلى الواجب الخامس من واجبات الحج، وهو ذبح الهدي. هل يشترط في الهدي أن تكون شاة؟ لا، فيمكن كذلك ذبح بقرة أو نحر إبل. كنت متحمسا أن أذبح الهدي بيدي. البركة في من ينوب عنا في الذبح، فسابقا كان المسلخ هنا في منى، أما الآن فبسبب التوسعة انتقل إلى المعيصم. أذبح هذا الهدي لحج التمتع لحج الإسلام نيابة عن علي محمد المنصور قربة إلى الله تعالى. بسم الله والله أكبر. أنت الآن مقدم على أن تفعل مثل ما فعل إبراهيم حينما جاء بابنه إسماعيل ليذبحه. فمن هو إسماعيلك؟ أو ما هو موقعك؟ لقبك؟ مالك؟
بيتك، حبك، أسرتك. كيف يمكنني أن أعرف؟ أنت وحدك الذي تعرف ما في نفسك. مهما يكن إسماعيلك أو كيفما كان، يجب عليك أن تأتي به معك إلى هنا لتضحي به. إنه كل ما يجعلك غارقا في ذاتك، كل ما يجعلك أعمى وأصم. كان أمام إبراهيم خياران: أن يستجيب للوعة قلبه وينقذ إسماعيل، أو يستجيب لأمر الله ويضحي به. لا بد من اختيار أحدهما، الحب أو الحق. لكن إبراهيم اتخذ قراره فرمى، وما رمى ولكن الله رمى الشيطان بسبب أزاحت العقبات حتى عن قلب هاجر التي نطقت. حق له أن يطيع ربه، فكانت التضحية تضحية عائلة، أب وابن وأم. لقد تم ذبح الهدي الخاص بالنساء والرجال. يمكننا الآن أن نحلق أو نقصر، والأفضل لمن يحج حجة الإسلام أن يحلق، لأن بعض الفقهاء يوجبون وبعضهم يحتاطون. وبذبح الهادي يتم الواجب السادس من واجبات حج التمتع. أحسنت. لماذا لم تقصر النساء ليلة البارحة بعد رمي الجمار؟ يجب أن ينتظرن ذبح الهدي أولا، ووقت الذبح يوم العاشر. أحلق للإحلال من حج التمتع لحجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. هل ترتفع جميع المحظورات بعد التقصير أو الحلق؟ بالتأكيد، فيحل للمحرم جميع ما حرم عليه إلا النساء والتطيب، إضافة إلى محرمات البلد الحرام كالصيد وقلع أو كسر الشجر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، ولله الحمد. يمكننا الآن أن نأتي بأعمال مكة المكرمة إذا شئنا، فزمانها بعد الحلق أو التقصير، ويستحب تأدية الأعمال في اليوم العاشر أو 11، ويمكن له أن يؤخرها خلال شهر ذي الحجة، وهي مثل أعمال عمرة التمتع، إلا أنها بدون تقصير أو حلق بعد السعي. فلم يبق لنا شعر لنحلقه أو نقصره. وبعد السعي نضيف طواف النساء وركعتي طواف النساء. بمشيئة الله سأستحم أولا، ثم سأذهب لتأدية الأعمال. أذكرك بعدم استخدام الشامبو والصابون إذا كان يحويان الطيب، لأنه ما زال من المحظورات. شكرا على تذكيري، فقد كنت أنسى. أول عمل من أعمال مكة المكرمة طواف الحج، وهو الطواف حول البيت 7 أشواط، وهو الواجب السابع من أعمال الحج.
وكيفيته كطواف عمرة التمتع ما عدا النية، فالنية هي: أطوف بهذا البيت 7 أشواط لحج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. وبعد ذلك صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، وهو الواجب الثامن. أصلي ركعتي الطواف لحج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. الله أكبر. ثم الواجب التاسع، وهو السعي بين الصفا والمروة. أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لحج التمتع حج الإسلام قربة إلى الله تعالى. تقبل الله أبا علي. أذكرك بأنه لا يوجد تقصير بعد الساعي. شكرا لك على التذكير. ما هو المحظور الذي ارتفع بعد الساعي؟ شم الطيب. أحسنت، يبدو أنك أصبحت ضليعا في الحج. الشكر لك، فقد أصبح البرنامج نعم الدليل لي. نراك على خير. الواجب العاشر هو الطواف حول الكعبة 7 أشواط للإحلال من محرم مقاربة النساء، ويسمى بطواف النساء، وهو واجب على الرجال والنساء، وكيفيته كطواف الحج ما عدا النية، فالنية هي: أطوف بهذا البيت 7 أشواط طواف النساء لحج التمتع حج الإسلام قربة إلى الله تعالى. وبعده مباشرة يأتي الواجب 11، وهو صلاة ركعتي طواف النساء خلف مقام إبراهيم. أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. بانتهاء الحاج من طواف النساء وصلاته تحل النساء لأزواجهن ويحل الرجال لزوجاتهم، وبذلك ترتفع جميع المحظورات ما عدا محرمات البلد الحرام كالصيد وقلع أو كسر الشجر. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ثم يأتي الواجب 12، وهو المبيت بمنى ليلة 11، ولا يقصد بالمبيت هو وجوب النوم في منى، بل يقصد المكث والتواجد فيها. ويجوز للحاج التخيير في مبيت أول الليل أو آخره، وأول الليل يبدأ من غروب الشمس حتى منتصف الليل، أما آخر الليل فيبدأ من منتصف الليل حتى طلوع الفجر. أبيت بمنى لحج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. ما زال أمامك يومان تبقى فيهما بمنى، أرض الأمنيات، أرض بعد أن يأخذ الناس منازلهم فيها ينادي مناد: لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة. تتبع النداء، فقد انتهت المناسك بحلول العيد وبعد الأضحية، وستبقى في منى. لا بد أن تبقى يومين. لماذا؟ لقد انهزم الشيطان وقدم القربان وخلع الإحرام واحتفلنا بالعيد. لماذا يجب أن يبقى أكثر من 1,000,000 من البشر في هذا الوادي ليومين أو 3؟ في هذا الوقت يتاح لهم أن يتفكروا في الحج ويتفهموا ما فعلوه،
منى هي أرض الحب، هي المكان الذي يتواثق فيه الناس مع الله. وفي نهار اليوم 11 يذهب الحاج لرمي الجمرات الثلاث، الأولى والوسطى والكبرى. يرمي كلا منها 7 حصيات، مبتدئا من الصغرى ومنتهيا بالكبرى، وهو الواجب 13. وفي ليلة 12 يأتي الواجب 14، وهو المبيت مرة أخرى بمنى، ويمكن الاختيار بين المبيت أول الليل أو آخره. ونعود مرة أخرى في نهار اليوم 12 لرمي الجمرات الثلاث كما في اليوم السابق. يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل منها 7 حصيات، مبتدئا من الصغرى ومنتهيا بالكبرى، وهو الواجب 15. بقيت النفرة، أنا متحمس لها كثيرا. انتظر قليلا، فوقت النفرة بعد الزوال، وحين يرفع أذان الظهر. أيها الحاج، إلى أين أنت ذاهب الآن؟ عائد إلى بلادك وإلى حياتك وإلى عالمك. هل ستعود من الحج على الدرب ذاته الذي جئت منه؟ كلا، لا يمكنك ذلك البتة. لقد أديت دور إبراهيم، ليس مجرد أداء، وإنما عبادة وحب. لا تعد لأداء دورك بعد أن أديت دور إبراهيم. لا تبدل ثياب إحرامك المعنوية بثيابك السابقة. غادر منى إلى مكة وخذ معك إسماعيل. أيها الحاج، أيها الحاج العائد من طواف الحب، الآن أنت في مقام إبراهيم، وقد وصلت إلى النقطة التي بلغها. بدل زمانك واجعله كالأشهر الحر، كأنك دائما في مقام إبراهيم. عندي مفاجأة. وما هي المفاجأة؟ لقد أجيبت دعوتنا التي دعوناها عند بيت الله الحرام. ماذا تقصدين؟ أنا حامل يا زوجي العزيز. الحمد لله، الحمد لله الذي استجاب دعوتنا.